اهلا بيكم، معاكم شادي حبشي في تاريخ الجغرافيا. هنتكلم عن الكوره جوه الملعب وبره الملعب، هنتكلم عن الكوره بشكل مختلف خالص. يلا بينا. 3 ديسمبر 1993 على استاد القاهرة الأهلي يفوز على نادي أفريكا سبورت بطل كوت ديفوار بجول لعادل عبد الرحمن عشان يكسب كأس الكؤوس الرابعة في تاريخه بعد غياب عن البطولات الأفريقية من سنة 87. بعدها بأسبوع واحد بالظبط يوم 10 ديسمبر 93 الزمالك برضه على استاد القاهرة بضربات الترجيح يكسب نادي أشانتي كوتوكو الغاني عشان يكسب الشامبيونز ليج الثالث في تاريخه. فرحة كبيرة بقى في القاهرة لأن الناديين اللي بيمثلوا القاهرة كسبوا بطولة أفريقية في أسبوع واحد. والمفاجأة السعيدة إن الأهلي والزمالك هيلعبوا ضد بعض في كاس السوبر الافريقي، النسخه اللي هتتلعب لتاني مره في التاريخ في القاره الافريقيه. الكاس هتستضيفه جنوب افريقيا وهيتلعب في عاصمه جوهانسبرج. الاهلي بقياده المدرب الانجليزي الجديد ألان هاريس، والزمالك بقياده محمود الجوهري صاحب انجاز الصعود لكاس العالم 90. 16 يناير 94 في فيرست ناشونال بانك ستاديوم في جنوب افريقيا، الزمالك متسلح بالنيجيري ايمانويل وايمن منصور واسماعيل يوسف، والاهلي بالتوأم واحمد شوبير وعبد الجليل وياسر ريان في بروفا قديمه شويه عن نهائي القرن اللي اتلعب سنه 2020. والماتش ده الزمالك قدر يكتب فيه التاريخ بجول للسوبر ايمن منصور في الدقيقه 86. بس الماتش ده ما عداش مرور الكرام خالص في الاهلي. اعتراض قوي جدا من الاداره ومن الجهاز الاداري، لانه كانوا شايفين ان الحكم الجنوب افريقي باتروس ماتابيلا جه جامد قوي على الاهلي. كان في طرد مستحق لايمانويل بعد تدخل عنيف جدا على ياسر ريان كان ممكن يخليه يبطل كوره. الناحيه الثانيه طرد لمحمد يوسف غير مستحق بالمره. بعد الماتش ايقاف طارق سليم وابراهيم حسن، وهنا رئيس مجلس اداره الاهلي الكابتن صالح سليم يقول لهم انا مش شايف اي جدوى من البطولات الافريقيه. احنا كنا بنكسبها في الثمانينات وبنكسب في التسعينات، لا بناخد منها فلوس وتكاليف السفر عاليه، وفي الاخر الاهلي بيتم ظلمه تحكيميا. انقطع الاهلي عن المشاركه في نسخه 94، وبالتالي الاتحاد الافريقي حط عقوبه على الاهلي انه يغيب كمان 3 نسخ هيبعد الاهلي تماما عن المسرح الافريقي. صالح سليم قرر يخلق المجال بتاعه هو، وقرر انه ينمي ويكبر في البطولات العربيه. قدر يجمع الانديه العربيه ويعملوا بطولات، ومن خلال البطولات دي بتدر عائد مادي على الاهلي بيعوضه عن التكاليف. لكن في مقابل ان انت خدت قرار انت شايف ان هو ماديا بيفيدك، الناحيه الثانيه سبت المسرح الافريقي تماما لنادي الزمالك اللي استغل ده كويس جدا. يوم 30 نوفمبر 96 برضه على استاد القاهره الزمالك يفوز على شوتينج ستارز النيجيري بركلات الترجيح عشان يكسب الشامبيونز ليج الرابع في تاريخه، وبعدها يكسب السوبر الافريقي على حساب المقاولين والافرو اسيويه. وبالتالي الزمالك قدر يعدي بطولات الاهلي الافريقيه. سنه 98 المهندس عادل الكوعي راح للمايسترو صالح سليم قال له خلي بالك الاهلي دلوقتي في خطر، الزمالك عمال يزحف ورانا، والتصنيف التراكمي اللي عمله الكاف سنه 94 الزمالك دلوقتي قرب جدا من النقط بتاعه الاهلي، وممكن على نهايه القرن يبقى هو نادي القرن الافريقي. صالح سليم بدا يقتنع، ومن الناحيه الثانيه بدا جبل التلج مع الاتحاد الافريقي يفك والعلاقات ترجع، ويقرر الاهلي انه يرجع طبعا كبطل للدوري سنه 98 هيلعب في المسابقه الافريقيه. نظام جديد للبطوله هيتعمل اللي هو بقى مش زي زمان اسمها كاس الانديه البطله، بقى اسمها الشامبيونز ليج الافريقي بعوائد ماديه عاليه. بس الاهلي بما انه كان بعيد عن المسابقات الافريقيه كان لسه مرتبط شويه بالبطولات الافريقيه، هيلعب نهائي البطوله العربيه قدام نادي الشباب السعودي في استاد المنزه. وهنا عنده مطب انه هيرجع ماتش العوده قدام نادي البن الاثيوبي هيتلعب في استاد القاهره في نفس اليوم. حدث مش بيحصل غير في مصر. يوم 3 ابريل 98 الاهلي بروحين هيلعب الظهر قدام نادي الشباب السعودي في استاد المنزه بالفريق الاول مع الالماني راينارد سوبل، وبالليل على الاضواء الكاشفه في استاد القاهره مع المساعد بتاعه احمد ماهر هيلم مجموعه لعيبه من الناشئين ومعاهم لعيبه من اللي ما بتلعبش في الفريق الاول، وهيحاول ان هو يكسب في القاهره عشان يعوض التعادل اللي كان موجود في اثيوبيا. الظهر الاهلي بطل البطوله العربيه، وبالليل تعادل 2-2 على استاد القاهره، ويخرج الاهلي من البطوله الافريقيه بسبب قاعده الاهداف خارج الارض والبن الاثيوبي يتاهل. الاهلي رغم انه كان عنده جيل اسطوري كسب الدوري 7 سنين متتاليه الا انه كان بعيد عن البطوله الافريقيه، وبرجوعه ده هو بيحاول يضمن انه ياخد نقاط في التصنيف التراكمي. ومع بدايه موسم 2001 زي ما انا قلت في حلقات كتيره قبل كده كان حدث كبير جدا هو انتقال حسام وابراهيم حسن للزمالك. الزمالك السنه دي رغم ان حسام وابراهيم ما لعبوش معاه في كاس الكؤوس الافريقيه الا انه تاني يوم 10 ديسمبر 2000 يقدر يكسب نادي الكانون ياوندي الكاميروني ويكسب كاس الكؤوس الافريقيه، ويبقى ده اللقب التاسع الافريقي للزمالك، في مقابل ان الاهلي عنده 7 القاب بس. الاهلي في التصنيف التراكمي معاه 40 نقطه والزمالك معاه 37 نقطه. الاهلي عنده 7 سنين عنده حاله من الذكريات السيئه مع دوله جنوب افريقيا من يوم ما خسر السوبر الافريقي هناك، لكن في نفس السنه دي يقدر الاهلي يكسب لقب القرن الافريقي بسبب التصنيف التراكمي اللي دايما مش بيعجب الزملكاويه. وفي الاخر صالح سليم كان ذكي جدا، يوم ما راح يستلم الجائزه في جنوب افريقيا اخذ معاه محمود الخطيب اللي هو كان سبب بطولات الاهلي في
الثمانينات كلها، واخد معاه عادل القيعي الراجل اللي راح نبهه وخلاه يرجع تاني. وبالتالي في السنتين دول الاهلي قدر يحافظ على فرق النقاط مع الزمالك في التصنيف التراكمي، والاهلي بقى بطل القرن الافريقي. افضل نادي في القرن العشرين النادي الاهلي المصري في القاره الافريقيه. honor which happens once every 100 years. مع بدايه موسم 2001-2002 تعيين مدرب برتغالي اسمه مانو جوزيه ما دربش تماما قبل كده لا في مصر ولا في المنطقه العربيه. الاهلي بعد 7 سنين متتاليه مدرسه انجليزيه المانيه بتعتمد على القوه، بتلعب ب2 مهاجمين وبتضغط من اول الملعب وبتعتمد على الكره العرضيه. مدرسه ما بتحبش اللعيبه الموهوبين زي وليد صلاح الدين ورضا عبد العال، لكن بتحب جدا اللعيبه الشقيانين اللي بينزلوا بيلعبوا بورك ريت عالي جدا في الملعب. الراجل جاي في البدايه على فريق شاب، فريق ما فيهوش عناصر كتيره مميزه، فريق يا اما فيه لعيبه خلاص بتخلص الكارير بتاعها، يا اما لعيبه طالعه من منتخب الشباب اللي اخذ برونزيه كاس العالم 2001. دايما كنت بسمع على اسطوره الحب من اول نظره، والحقيقه ان المثل ده ينطبق جدا على مانو جوزيه. يوم 5 اغسطس 2001 في اول اطلاله ليه على الجماهير في استاد القاهره، الفوز على لويس فيجو وزين الدين زيدان 1-0 بجول ساندي. الاهلي عمل ماتش كبير قوي، خالد بيبو وحسام غالي وعلاء ابراهيم وعصام الحضري. جوزيه من اول نظره دخل قلوب الجمهور وهيبتدي يستهل مشوار الافريقي اللي هو كان التارجت الاساسي. البدايه بماتش في انجولا ضد بيترو اتلتيكو لواندا، والمفاجاه ان الاهلي بيكسب بره ارضه 3-1 بالفرقه الشابه دي، طموحات عاليه. الرجوع بعد كده الفوز في القاهره على نادي شباب بلوزداد، لكن بعدها بدا جوزيه يصطدم بالقائمه الضعيفه واللعيبه اللي ما عندهاش اي خبره، خساره من اسك ابيجان بره ملعبه، ثم الفوز بصعوبه جدا في استاد القاهره لحد يوم 5 اكتوبر 2001 بعد شهرين بالظبط من الفوز على ريال مدريد. الاهلي هيلاعب بيترو اتلتيكو لواندا في استاد القاهره بعد 76 دقيقه بالظبط. بيترو اتلتيكو متقدم 4-0، الاهلي في الاخر يقدر يجيب جونين، الماتش يخلص 4-2. الصدمه كانت كبيره للجمهور والغضب كان عالي جدا. جوزيه طلع للعيبه بعد الماتش قال لهم انا مش زعلان منكم، هم راحوا ب4 هجمات جابوا 4 تجوان، احنا عملنا ماتش كويس وفرصه الصعود لسه في ايدينا. مانو جوزيه بيحكي ان هو راح لصالح سليم قدم استقالته، لكن صالح سليم قال له انا جبتك هنا عشان تبني فريق جديد، انت مكمل وسيبك من ردود افعال الجمهور، احنا شايفين الشغل. جوزيه كان بيتقال له صعب جدا تكسب نادي شباب بلوزداد في الجزائر، احنا دايما عندنا عقده بتتسمى عقده شمال افريقيا. الاهلي ما عندوش حل غير انه يكسب في الجزائر، لان الناحيه الثانيه اسك لو كسب هو اللي هيصعد. الاهلي في استاد 5 جويليا في الجزائر بقذيفه لابراهيم سعيد يكسب والصعود للدور الثاني في فرحه كبيره جدا بالفريق الشاب. لكن كان برضه بيقولوا لجوزيه برافو عليك اللي انت عملته ده، احنا هنلاعب الترجي التونسي، صعب جدا ان احنا نخرج الفريق ده، عقده شمال افريقيا موجوده بالذات في فتره التسعينيات. الاهلي تاريخه مع الترجي التونسي لعبوا مره واحده في كاس الانديه البطله سنه 91 وخرج الاهلي، فيعني تاريخ لقاءات الفريقين كفته مترجحه ناحيه الترجي. الترجي كسب البطوله سنه 94 وسنه 99 صعد وخسر الفاينل قدام نادي الرجاء المغربي، يعني اذا الفريق رجله في البطوله اكتر، في مقابل ان الاهلي كان بعد فتره طويله. سنه 2000 صعد تاني النهائي قدام نادي هارتس اوف اوك الغاني، خسر برضه النهائي، بس ده يوريك ان كفه الترجي اقوى. الاهلي في القاهره عمل ماتش كبير وجوزيه حاول يفاجئ الفرقه، وطبعا برواز الماتش ده كله تسديده ابراهيم سعيد الصاروخيه اللي كابتن ميمي الشربيني كان هيموت وهو بيعلق، وقعد ساعتها يصرخ وابراهيم حط يا راجل حط يا راجل، دي قصه هدف. كوره اصلا ما بتحصلش في التاريخ ان الكوره تخش في العارضه حوالي مرتين او 3، كوره عجيبه جدا. كانت الناس بتقول بعد الكوره دي مستحيل ان الاهلي يكسب هناك في تونس، خلاص الكوره مش رايده الاهلي. ابراهيم سعيد يا سلام يا ابراهيم، حط يا راجل حط يا راجل، مش ممكن، هوبا ده قصه هدف قصه هدف. يوم 17 نوفمبر 2001 في استاد المنزه الاهلي رايح برضه بيحاول يلعب ماتش متحفظ، وبعد دقيقتين بس الترجي يتقدم، لكن في الشوط الثاني جوزيه رجع سيد عبد الحفيظ اللي غايب بقاله 6 اشهر، وفجاه كره في نص الملعب وكره على الطاير تخش، والهدف الاول لنادي الاهلي. المذيع عصام الشوالي كان عنده صدمه كبيره جدا لانه كان بيقول تسديده مباغته من سيد عبد الحفيظ والصعود من قلب استاد المنزه اللي كان فيه مفاجاه كبيره جدا، والتسديده مباغته وهدف التعادل. التوقيت 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني. مانو جوزيه كسر عقدة شمال افريقيا وصعد للنهائي، وهيلاعب جنوب افريقيا تاني اللي ليها ذكرى سيئة مع الاهلي من سنة 94، صن داونز الجنوب افريقي، النادي اللي كان في بداية الالفينيات بدأ يستثمر بشكل جامد. الفريق في الذهاب يقدر يتعادل برضه بجول سيد عبد الحفيظ، وفي العودة في ليلة من ليالي استاد القاهرة الملعب متقفل على الاخر. الليلة دي كانت ليلة خالد بيبو اللي سجل هاتريك والاهلي فاز 3-0. مانو جوزيه قدر يرجع بطولة غايبة بقالها 14 سنة،
المفارقه الغريبه ان سنه 87 اخر بطوله افريقيه الاهلي اخدها كان النجم بتاعها هو محمود الخطيب بيبو اللي ودع الملاعب، وسنه 2001 كان في بيبو جديد بيتولد اللي هو خالد بيبو لان هو كان عريس اليوم. الزمن تاني بيعيد نفسه والاهلي بطل دوري ابطال افريقيا بعد غياب 14 سنه مع البرتغال اللي محدش يعرفه مانويل جوزيه. مانويل جوزيه ما اكتفاش عند كده، في مارس 2002 السوبر الافريقي قدام نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي برضه والفوز 4-1 بالهدف الشهير وابعت يا بيبو شوف شغلك يا حسام، والاهلي يكسب كايزر تشيفز 4-1 عشان يرجع تاني للساحه الافريقيه وبقوه. كمل مانويل جوزيه الموسم، لعب كوره ممتازه، قدر يكسب الزمالك 6-1 بعد وفاه المايسترو صالح سليم ب10 ايام بالظبط، الراجل اللي تعاقد مع مانويل جوزيه. خسر الدوري في الاخر على تفصيله صغيره جدا، راح مانويل جوزيه في الاخر قرار من اسوأ قرارات الاهلي الاداريه، لان الراجل ده عمل من مجموعه لعيبه شابه فرقه تقيله جدا، وهيخش الاهلي بعدها في فتره معاناه، فتره تخبط مع مدرب هولندي اسمه جون بوفرير، يخسر الدوري في اخر ماتش لصالح الزمالك موسم 2002-2003 مع بدايه موسم 2003-2004 مع مدرب برتغالي اسمه توني اوليفيرا، هزيمه في افريقيا ب4 من نادي اينيجو رينجرز النيجيري و4 تانية مذله من الاسماعيلي في دوري ابطال العرب، وكان لازم يحصل تغيير اقاله توني اوليفيرا والمطالبه برجوع الساحر البرتغالي مانويل جوزيه تاني. المطالبات كانت قويه ومجلس الاداره قدر تاني يرجعه عشان يرجع يصلح اللي باظ في السنه ونص اللي هو سابه فيهم الفريق. كمل جوزيه موسم 2003-2004 جابوا له تعاقدات ابو تريكه وحسن مصطفى ابرزهم طبعا، قدر الفريق يحسن جدا من وضعه في بطوله الدوري، خسر الكاس في النهايه بدون الدوليين بشكل درامي، خرج من بطوله افريقيا على ايد الهلال السوداني، لكن كان الناس كلها بتقول ادوا الراجل ده فرصه بتعاقدات جديده وهتشوفوا اهلي تاني قوي. بدايه موسم 2004-2005 تعاقدات قويه، اسلام الشاطر، محمد بركات، عماد النحاس، رامي عادل، محمد عبد الوهاب، مع قوام الفريق اللي فيه الحضري وعماد النحاس وشادي محمد وسيد عبد الحفيظ وحسن مصطفى وابو تريكه ومحمد شوقي. موسم 2004-2005 ده موسم اسطوري في الدوري المصري، لان الاهلي اكتسح الدوري كله 26 ماتش، فاز فيهم ب 24 ماتش، تعادل في ماتشين بس، منهم ماتش الاهلي مضيع فيه حوالي 20 فرصه، الكوره ما كانتش عايزه تخش. يلعب ثاني عرضيه ممتازه وثاني فرصه وثاني هدف، لا مش معقوله يا جماعه، فرص لا تضيع من مانويل جوزيه بعد ما ضمن صداره الدوري كانت عينه على بطوله افريقيا تاني، البطوله اللي غابت من يوم ما هو مشي، وهيبدا دوري ابطال افريقيا في شهر ابريل 2004 هيلعب قصاد نادي فيلا الاوغندي. التعادل في اوغندا 0-0 والفوز باريحيه في استاد الكليه الحربيه 6-0، لكن المشكله هنا ان في دور ال16 هيلعب ماتش صعب جدا جدا قدام نادي اتحاد العاصمه الجزائري او اليوسما، ماتش صعب جدا. كان جوزيه ثبت التشكيل بتاعه خلاص اللي هيبدا بيه المغامره بتاعته، التشكيله اللي بنى منها جزء سنه 2002 وهكمل جزء في سنه 2004، عصام الحضري، عماد النحاس وشادي محمد ووائل جمعه، جilberto واسلام الشاطر، حسن مصطفى ومحمد شوقي، ابو تريكه وبركات وعماد متعب. جوزيه كانت شطارته دايما في التفاصيل اللي محدش بياخد باله منها. الماتش هيتلعب في استاد اسمه عمر حمادي، الاستاد ده ترتان وارضيته ناشفه جدا، الكره بتقعد تنط عليه، كان خايف لان هو دايما لعيبته بتحب تلعب كره على الارض وهي دي الطريقه اللي بيدرب بيها اللعيبه. اخد اللعيبه قعدوا اسبوع كامل يتدربوا على ملاعب الهوكي اللي ملعبه ترتان والارضيه ناشفه، وراح هناك بدا بالتشكيله اللي هو تعب فيها، والمفاجاه ان بعد دقائق معدوده صاروخ من الزئباقي محمد بركات والتقدم في قلب استاد عمر حمادي، ونهايه الماتش بفوز الاهلي في الجزائر. الاهلي هيلعب ماتش العوده يوم 8 ابريل 2005 اتحاد العاصمه بقياده 3 لعيبه مهمين جدا، الجناح الجزائري المهاري تزيري بلال، وعاشي حسين اللاعب اللي بيكمل الحته الهجوميه في نص الملعب، والمهاجم النيجيري الدبابه مايكل انرامو. البدايه ان الاهلي كان بياخد المبادره لحد قبل نهايه الشوط الاولاني، ومفاجاه تزيري بلال واسيست العاشي حسين يحط جون، وكأن التاريخ بيعيد نفسه بالظبط. افريقيا 2004 مع محسن صالح اللي كانت بتتلعب في تونس، مصر كانت بتلعب الجزائر والفريق كان ناقص 10 لعيبه، وعاشي حسين برضه هو اللي حط جول كوميدي جدا، عدى من اللعيبه كده بشكل غريب، الدنيا بدات تتوتر والتنشن. لكن قبل نهايه الشوط الاول عماد النحاس وكره دربكه ويخش ويحصل تعادل. الشوط الثاني جول حلو جدا من الجولدن بوي عماد متعب بعد اوفر لبركات، وخلاص الاهلي في طريقه لدوري المجموعات. في الوقت بدل الضايع كره طوليه تتلعب، يخش عصام الحضري باستهتار، الكره تعمل بند تخبط في وشه تقع، يخش مايكل انرامو وهوب عماد النحاس وضربه جزاء. اتحاد العاصمه يتعادل في الدقيقه 94 والملعب يلبش، لان اي جول تاني هيجيبوا اتحاد العاصمه معناها ان الاهلي بره. وطبعا بعد الماتش ده كانت بدايه علاقه فتره جدا بين مانويل جوزيه وعصام الحضري، سحب شرط الكابتن. في ناس كتيره بتعتقد ان شرط الكابتن اتسحبت بسبب الغلطه دي، لكن الموضوع ده مش حقيقي. دكتور عادل كرايم كان كاتب مقالات في الجول شارح فيها الموضوع بالتفصيل، لان بدايته كان قبليها باسابيع الاهلي راح يلعب الاسماعيلي في اسماعيليه، وكان الاهلي حسم الدوري، وقرر مانويل جوزيه
جوزيه انه يدي الفرصه لامير عبد الحميد. هنا عصام الحضري اعترض وكان عايز يلعب، لكن في النهايه بعد محاولات يائسه مع جوزيه قال له خلاص انا ممكن ما العبش، لكن هاخد مكافاه الفوز لو كسبنا الماتش كاني لعبت الماتش اساسي. مانويل جوزيه دماغه ما بتهداش، الراجل مركز في كل التفاصيل، حط له الموقف ده على جنب، ومع غلطه اتحاد العاصمه كان سحب الشاره واعطاء الشاره لشادي محمد. قبل ما نكمل ونحكي ايه اللي حصل مع الاهلي في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا 2005، حابب افكركم انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل حاجه اول باول. تاني حاجه عايز افكركم ان احنا فعلنا خاصيه ثانكس اللي من خلالها تقدر تدعم القناه عشان تقدر تكمل بنفس جوده المحتوى. تالت حاجه انا عملت جروب فيسبوك مقفول، هحط الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن. الجروب ده تقدر تخش عليه، نتكلم مع بعض، نسمع اراء بعض، تسمعوني واسمعكم، ونطلع منه بنتائج مختلفه. اخر حاجه الحلقه دي انا استعنت بيها بعده مصادر، ما اقدرش اقول ان فيها مصدر واحد ممسوك لان الارشيف المصري صعب شويه، لكن كنت بجمع من هنا على من هنا، على ان انا استعنت ببعض الاصدقاء اللي ادوني شهادتهم في الفتره دي من دوري ابطال افريقيا 2005. مع موسم 2005 2006 الفريق طلع معسكر اعداد في الدنمارك الاستعداد للموسم الجديد. الاهلي واقع في مجموعه صعبه جدا فيها انيمبا النيجيري حامل اللقب لنسختين متتاليتين، المره الاولى ضد الاسماعيلي والمره الثانيه ضد النجم الساحلي، الرجاء المغربي، ونادي اسمه اياكس كيب تاون من جنوب افريقيا. مانويل جوزيه هيبدا الموسم الجديد طبعا بتثبيته للتشكيل الاساسي اللي هو اشتغل عليه. هنا بدات التشكيله اللي كان عاملها سنه 2002 سنه سنه بتروح. المره الاولى رضا شحاته كان مشي، المثلث الهجومي بتاع رضا شحاته وخالد بيبو واحمد بلال. مع بدايه الموسم ده يمشي خالد بيبو في صفقه تبادليه فيها فلوس ولعيب من المصري اسمه اكوتي منساف نص الملعب من غانا. فاضل كده من الضلع ده احمد بلال بس او احمد اجوال، واحد من احسن هدافين الاهلي وواحد من النقاط المضيئه القليله في الفتره من 2000 ل 2004، كان هداف جامد قوي 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 قوي، لكن جات له اصابه الرباط الصليبي، وهنا لما ركب مكانه عماد متعب خلاص ما بقالوش مكان. لكن الفرص دايما بتيجي. عماد متعب كان عامل عمليه في رجليه وفيها مسامير، قرر انه يعمل عمليه يشيل المسامير وهيغيب فتره عن الملاعب، وهنا احمد اجوال عنده فرصه انه يبدا بطوله افريقيا. مانويل جوزيه دايما ما بيكتفيش باللعيبه اللي عنده، ودايما كان بيقول لهم طول ما انا لعيبتي مش حاسه بالمنافسه، لعيبتي مستواها يقل. طلب تعاقدات بعد موقفه مع عصام الحضري، طلب التعاقد مع الدولي صاحب ال 33 سنه نادر السيد، صانع العاب بديل لابو تريكه عشان يسخن ابو تريكه دايما، لعيب من الترسانه اسمه عمرو سماكه، اكوتي بنسام من المصري في الارتكاز، محمد عبد الله من الاسماعيلي لكن هيبقى غير مقيد افريقيا فمش هيلعب في بطوله افريقيا، ورحله البحث عن مهاجم مستمره يبقى بديل لعماد متعب عشان دايما يخليه سخن. الاهلي هيبتدي البطوله وماتش صعب جدا قدام الرجاء المغربي، وخلينا اقول لك ليه هو ماتش صعب. اولا ذكريات الاهلي مع الرجاء المغربي في بطوله افريقيا ذكريات سيئه جدا. نسخه 99 الاهلي في استاد القاهره في دوري المجموعات يخسر في اخر دقيقه من لاعب الرجاء المغربي الغباشي بطلعه سيئه جدا لعصام الحضري. يروح هناك في العوده في اخر ماتش في المجموعه الاهلي لازم يكسب عشان يتصدر المجموعه، لانهم كانوا بياخدوا واحد بس من دوري المجموعات هيصعد فاينل. الاهلي راح بتشكيلته اللي فيها حسام وابراهيم حسن، الرجاء يتقدم بجول لياسين رياحي ويرجع الاهلي يتعادل بعد دقائق معدوده. لكن هنا تحصل حاجه غريبه جدا، حامل الرايه في كره من الكرات عمل اسيست للمهاجم فعلا شاط الكره برجله، والرجاء المغربي بيلعب دقائق وهو 12 لعيب في الملعب. اهلا بيك في ماما افريكا. والحاجه الثانيه ان سنه 2002 في دوري المجموعات كان الاهلي مع الرجاء ومازيمبي وجندارك السنغالي. الاهلي في البدايه خسر من الرجاء المغربي في ملعبه، وفي ماتش العوده كان ماتش تحصيل حاصل، الاهلي كان متقدم 3-1، وهنا المدير الفني للاهلي جوب مفرير في تغيير غريب جدا يطلع عصام الحضري اخر 10 دقائق من الماتش وينزل امير عبد الحميد، والرجاء يتعادل في اخر 5-6 دقائق من الماتش. وطبعا ذكريات جمهور الاهلي دايما سيئه مع المغربي. المهاجم هشام بوشروان كان مهاجم كويس جدا جدا. فرقه الرجاء فيها لعيب زي سفيان علودي، هشام بوشروان، مروان زمامه، هشام مصباح، ومدافع من كوت ديفوار اسمه ادجار، وحارس المرمى مصطفى الشاذلي. مشكله تانية من المشاكل ان الاهلي هيبتدي البطوله دي بعيد عن ملعبه استاد القاهره. استاد القاهره بيتم اصلاحه علشان كاس الامم الافريقيه 2006 اللي هتتلعب في القاهره. حاجه كمان ان جوزيه على قد ما كان عنده فوائد من تثبيت التشكيل، على قد ما عنده لعيبه تقيله جدا جدا عايزه تلعب. تخيل عندك على دكه البدلاء مثلا لعيب مثلا زي رامي عادل، ده اصلا كان لعيب الاهلي شاريه وهو لعيب دولي. احمد بلال مهاجم مصنف وكان عامل انطلاقه رهيبه مع الاهلي. محمد عبد الوهاب باك ليفت منتخب الشباب. اسلام الشاطر اللي في اوقات كان بيلعب واوقات لا، كل دول عندهم دوافع. وهنا كان دور جوزيه انه بيعرف يسيطر على اللعيبه دي بشخصيته القويه وبان هو مدرب عادل جدا. هيبدا البطوله بالتشكيله اللي تعب فيها، لكن خلي بالك من الحته اللي جايه دي نفس تشكيله الموسم اللي فات هيبدا فيها، بس فيها تغييرتين في ماتش الرجاء المغربي. الماتش ده هيقعد وائل جمعه على الدكه وهيلاعب شادي محمد واحمد السيد.
وتستغرب ان احمد السيد الموسم اللي قبله تقريبا ما لعبش خالص، بس جوزيه شافه في فتره الاعداد ولقاه مميز جدا واداله فرصه، ولذلك اللعيبه كانت بتحبه لو كان عادل جدا. في غياب عماد متعب اللي لسه بيرجع ومحطوط على دكه البودله، هيلعب احمد بلال تحت بركات وابو تريكه في فرصه ان بلال تاني يلاقي نفسه. يوم 26 يونيو 2005 هيبدا الماتش في استاد المقاولين العرب، ماتش كله تخبيط من لعيبه الرجاء. هشام مصباح الباك رايت ماسك جilberto عمال بيضربه جامد جدا، انذار لهشام مصباح على جilberto، ثم انذار لاسلام الشاطر بعد فاول مع بوشروان، وفجاه قبل نهايه الشوط الاولاني طرد الاسلام الشاطر وطرد لهشام مصباح. وهيكمل الاهلي الماتش ب10 لعيبه. مع بدايه الشوط الثاني كره بعيده شويه ويخش هنا المدفعجي محمد شوقي وجول عالمي يتقدم الاهلي 1-0. احمد بلال كان بيحاول يرجع لكن الدنيا مش ماشيه معاه، ضيع كذا فرصه. وهنا جوزيه هينزل الجولد بون اللي هو بيحبه وابنه اللي مطلعه من ناشئين عماد متعب الراجع بعد العمليه اللي عملها. وسبحان الله اول ما بينزل عماد متعب كنت تحس ابو تريكه كمان بيفوق. الاهلي ضيع فرص كتير لكن في الاخر طلع بالغرض اللي هو عايزه 3 نقط. البطوله دي كان فيها عنوان مهم برضو، ان بعد كل ماتش بعنوان عندنا ضحيه واحده. المره دي اسلام الشاطر طرد ومش هيلعب الماتش اللي بعده ضد انيمبا في نيجيريا. مانويل جوزيه كان عارف انه راح لمهمه صعبه جدا في انيمبا انترناشونال ستاديوم، النادي اللي على ملعبه لمده 18 ماتش في بطولات افريقيا ما خسرش ولا ماتش، بطل نسختين 2003 2004. فريق شرس قوي على ملعبه، شرس كمان في التدخلات وبيعور اللعيبه، وكمان هجوميا على ملعبه بيكسب بسكورات عاليه. في حكايه مهمه جدا اتحكت لي من صديقي الدكتور احمد سمير اللي كان دائم حضور تدريبات الاهلي في الفتره دي، حضر اخر 3 تدريبات للاهلي في ملعب مختار التتش قبل السفر لنيجيريا. قال لي انا لاحظت ملاحظه غريبه جدا وما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، ان جوزيه كان دايما بيعمل التقسيمه بطول الملعب، المره دي عمل التقسيمه بعرض الملعب لمده 3 ايام، والحقيقه انا ما كنتش فاهم. راح الاهلي وهيبتدوا اللعيبه بتسخن. في قصه اتحكت لي انا شخصيا، كنت قاعد في جلسه عشاء مع وائل جمعه وابو تريكه هو اللي حكى لي القصه دي انا شخصيا، ان الخواجه لما نزل ارض الملعب ولقى ان ارض الملعب وحشه وملعب بطين وفي مطر وفي نقر كتير، كان حاطط شادي محمد في التشكيل الاساسي، سحب شادي محمد ونزل وائل جمعه تحت عنوان لا يفل الحديد الا الحديد. الملعب ده ما ينفعش تلعب فيه بلعيبه كويره قوي، انت عايز لعيبه اكتر تعرف تلعب على الكوره العاليه، تعرف تشتت كويس. جوزيه كان بيهتم بالتفاصيل قوي ونزل بعماد النحاس واحمد السيد وائل جمعه، وشادي محمد اتحط على الدكه الكابتن، ومن اليوم ده بقى الكابيتان طول البطوله دي هو احمد السيد. رجوع عماد متعب في التشكيله الاساسيه وتحت ابو تريكه، والمره دي بركات باك رايت لان اسلام الشاطر مش موجود. ودايما كان جوزيه في الماتشات اللي بره ملعبه الصعبه بيلعب ب3 في الارتكاز، حسن مصطفى ومحمد شوقي، واول مره هيلعب اكوتي منساه. يوم 10 يوليو 2005 دخل نادي انيمبا الماتش، طبعا بطبيعه هجومه في الملعب الحضري بيشيل، لكن بعد شويه بدات لعيبه الاهلي تلعب الكوره اللي جوزيه بيحبها، العبوا كوره على الارض، افرضوا شخصيتكم على المنافس مهما كان قوته. كوره والثانيه بركات ابو تريكه مع عماد متعب، ووش رجل خارجي عالمي من ابو تريكه، وعماد متعب يحرز هدف في ملعب انيمبا، فرحه رهيبه. الاهلي كمل الماتش ده، لكن كان في خبر سيء جدا ان في الدقيقه 16 اصابه اكوتي منساه اول مشاركه ليه مع الاهلي بالرباط الصليبي خرج، وهنا جوزيه اضطر انه يعمل تغيير. الملعب اتلبش شويه لكن قدر يتماسك الاهلي، عمل ماتش دفاعي ممتاز بقياده عماد النحاس ووائل واحمد السيد، لدرجه ان كمان ابو تريكه حط كوره في العارضه في اخر الماتش. وبعد الماتش حسام البدري اللي قليل بيبتسم وواقف على الخط مبسوط جدا لان الاهلي قدر يكسر عقده انيمبا على ملعبه بعد 18 ماتش متتالي. لكن لتاني ماتش برضه عندنا ضحيه واحده، والمره دي اكوتي منساه. الاهلي رغم انه كان بادئ بقائمه قويه جدا لكن شويه بتحصل حاجات بتعطل القائمه دي. مانويل جوزيه في المؤتمر الصحفي ما عادش يتكلم عن انجازه الرهيب بالفوز على حامل اللقب نسختين واللي بقاله 18 ماتش ما بيخسرش على ملعبه. اول حاجه عملها اهدى الفوز لاكوتي منساه لانه كان متعاطف معاه جدا وكان بيحبه وكان عارف قد ايه هو تمسك عشان يجي يلعب في الاهلي. يوم 22 يوليو 2005 على استاد السكه الحديد الاهلي هيستضيف اياكس كيب تاون لتاكيد صدارته على المجموعه وحسم الصعود بدري. لكن كان في خبر حلو جدا بعد الفوز على انيمبا. يوميها بالليل عادل القيعي يزف خبر على مانويل جوزيه ان اخيرا الاهلي يتعاقب مع المهاجم الاجنبي اللي الاهلي دايما بيبحث عنه من ايام فيليكس، فلافيو امادو، لاعب نادي بيترو اتلتيكو الانجولي اللي جوزيه طلب التعاقد معاه من 4 سنين فاتوا. جوزيه دايما عامل زي الصقر، الهدف بتاعه ما بيروحش من دماغه خالص، وهيكون موجود على الدكه في ماتش اياكس كيب تاون. في غياب اكوتي ومحمد شوقي هيضطر جوزيه هنا يلعب بحسن مصطفى والناشئ حسام عاشور في نص الملعب. والجمعه جات له الفرصه في ماتش انيمبا ما كانتش محطوطه في الحسبان، حط رجله في الملعب ومش خارج تاني براه. بعد 7 دقايق بالظبط كورنر من جilberto، وهنا بعد دربكه الكابيتانو احمد السيد اللي القدر حب يكافئه على اجتهاده الدائم وانه دايما ما كانش بياخد السكسي المناسب للاداء اللي كان بيعمله. الاهلي بيتقدم على استاد السكه الحديد، ومحمد بركات وابو تريكه عاملين ماتش عالمي. محمد بركات بدا في نادي السكه الحديد وتحسه كان بيحن للملعب ده، عامل ماتش كبير جدا، وفجاه هوب بركات اللي عامل زي الحرامي يهرب من المدافع ويقطع الكوره وهوب ضرب الجزاء. وهنا
كابتننا جوزيه دايما بيفكر في الحاجه اللي هتفيد الفرقه. عماد متعب اللي راجع من اصابه محتاج يديله الثقه. عماد متعب في موسم 2004-2005 سجل ركلتين جزاء حاسمتين، كانت واحده قدام بلديه المحله وواحده قدام حرس الحدود، وهو بقى المتخصص رقم 1. عايز يديله الثقه بعد الرجوع، دخل عماد متعب حط ضربه جزاء سيئه ضيعها. جوزيه بره كان قاعد هيتجنن. في نهايه الماتش ينزل فلافيو، ومن البدايه كده تحس ان كان في تفاهم ما بينه وما بين متعب، يعمل فنت حلو قوي. ومتعب بعد ما ضيع حوالي 7-8 فرص يحط جون في اخر ثانيه، يفوز الاهلي 2-0. 9 نقاط من 3 مباريات، تصدر بدري للمجموعه. مفيش وقت، الريتم سريع. الاهلي يوم 27 يوليو 2005 هيلعب كاس السوبر المصري قدام امبي اللي دايما فصوله بايخه مع الاهلي وطاير منه الدوري قبل كده. جوزيه المره دي يقرر يبدا بمتعب وفلافيو، عشان ده كان حلم من احلامه انه يعمل ثنائيه قويه وتحتيهم ابو تريكه، وفي الباك رايت بركات لما يحب يتعافى هجوميا على اي حد. الماتش ده قعد بركات على الدكه، بدا باسلام الشاطر، ابو تريكه، فلافيو، عماد متعب. الاهلي كان مسيطر تماما، ضيع فرص كتير جدا. فلافيو وعماد متعب ضيعوا كميه فرص رهيبه لحد ما نزل بركات الشوط الثاني حرك الملعب تماما، وبدا بركات وابو تريكه ومتعب وفلافيو نصبوا السيرك، واسلام الشاطر وبركات عاملين ماتش كبير لحد ما الاهلي ياخد ضربه جزاء. والتاني مره مانويل جوزيه قرر يدي الثقه للجولدن بوي عماد متعب عشان هو المتخصص رقم 1 في ركلات الترجيح. يخش عماد متعب يحط ضربه جزاء سيئه جدا وتتصد. مصطفى كمال حارس المرمى عامل جيم كبير. مانويل جوزيه هيتجنن بره الخط، كل الملعب تمام الا النحس اللي ملازم فلافيو وعماد متعب. الماتش معاه اقرب وفرص عماله تضيع لحد في الوقت الاضافي لما عجز كل المهاجمين اللي يسجلوا، وائل جمعه في الدقيقه 93 يسجل، والاهلي يحسم كاس السوبر الافريقي في ماتش امتد ل 120 دقيقه ومزيد من الاجهاد للعيبه. جوزيه حاول يدي الثقه لعماد متعب لتاني مره وفشل. 120 دقيقه لفلافيو وعماد متعب لمزيد من الانسجام، واحمد بلال ما بيلعبش خالص وطلع بره الصوره. يوم 7 اغسطس 2005 اياكس كيب تاون في جنوب افريقيا في ملعب سيء جدا، الاهلي يقدر يخلص الماتش ده 0-0. كان ليه ضربه جزاء وما اتحسبتش، لكن تقدر تقول ان النتيجه كانت فير. الفريق متصدر المجموعه برصيد 10 نقط كامله. الماتش اللي جاي ماتش مهم جدا، هو ماتش الصعود في مركب محمد الخامس ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي. الاهلي قبل ما يطلع الماتش ده لعب افتتاح الدوري قدام الكروم وكسب 2-0. جول لعماد متعب واسيست لفلافيو اللي تقدر تقول عليه في الفتره دي كان مستر اسيست، ما بيجيبش جوان خالص. شكل المجموعه فيه مشكله، لان بالحسابات الاهلي برضو عنده فرصه للخروج بره. الاهلي معاه 10 نقط، الرجاء 4، انيمبا 4. طبعا انيمبا كسب اياكس كيب تاون فبقى معاه 7. الرجاء لو كسب الاهلي هيبقى معاه 7. وهنا الاهلي في اخر ماتش على ارضه هيلاعب انيمبا، في حاله ان انيمبا كسب الاهلي اكتر من 1-0 والرجاء كسب اياكس كيب تاون، وده متوقع كده الثلاث فرق هيبقى معاهم 10 نقط. وهنا حسبه المواجهات المباشره ممكن تخلي الاهلي يطلع بره. جوزيه كان فاهم ده ورايح الماتش عايز يطلع باقل خسائر من هناك، والمنطقي هو التعادل. لكن كان عنده مشكله معتاده، ان هو عنده غيابات بالجمله. غياب حسن مصطفى واحد من احسن لعيبه البطوله دي للانذار الثاني. محمد شوقي بره للاجهاد موجود معاه على الدكه لكن مش هيبدا بيه. اكوتي منسال لاصابه الرباط الصليبي. وهنا حسام عاشور الناشئ اللي عنده 19 سنه وهيلعب جنبه مين؟ شادي محمد اللي هو في الاساس مساك هيلعب ارتكاز. وقدامهم مفيش ابو تريكه هيلعب بركات. فكأن انت قلب الملعب كله في الوسط وفي الهجوم ما بقاش بتاعك. وكان طبيعي ان بدايه الماتش الرجاء المغربي هياخد هو المبادره والاهلي مش هيلعب على الاستحواذ، الاهلي هيلعب على انطلاقات بركات. والمصايب لما بتيجي كلها مره واحده. حسام عاشور قبل نهايه الشوط الاولاني يتصاب وينزل محمد شوقي اللي هو مجهد اساسا، وشكل الفرقه اتفركش تماما. الاهلي بيحاول بيوصل لكن الفريق ما عندوش الشراسه بتاع بركات وابو تريكه لما بيلعبوا مع متعب. كان بيلعب الماتش ده فلافيو وعماد متعب وتحتيهم بركات. ومع بدايه الشوط الثاني يتقدم الرجاء المغربي على ارضه، وهنا بقى في مشكله. الاهلي محتاج بكل الطرق انه يتعادل. جوزيه نزل محمد ابو تريكه ووائل شيتوس عشان يحاول يقلب الماتش تاني. ماتش هايل لفلافيو من احسن ماتشاته لكن مش موفق على الجون. عماد متعب تحركاته رخمه ومزعجه لكن الوقت عمال يعدي. حماس التشجيع في مركب محمد الخامس مخلي الاهلي مش قادر يتعادل. حكم الماتش التونسي مراد الدعمي خلاص حاطط الصفاره في بقه، كره طوليه، وهنا ادجار المدافع الايفواري يرجعها لحارس المرمى بكل ثقه. لكن هنا الجولدن بوي عماد متعب بلمسه سحريه يخلي الكره تقع من ايد الجون ويخش يكمل، والتعادل في البلاس 90 وهدف الصعود للاهلي من مركب محمد الخامس. طبعا فرحه رهيبه لانه الماتش كان خلاص بيفلت من ايديك في ظل الغيابات اللي كانت موجوده في نص الملعب. الاهلي قدر يعدي المهمه وهيلعب اخر ماتش في المجموعات على ملعبه، ماتش تحصيل حاصل.
لكن بعد الماتش ده كان في خبر برضو مهم، ان احمد بلال خلاص اللي مش لاقي لنفسه فرصه يروح للاداره، يجيب عرض من نادي كونيا سبورت التركي يروح يلعب مع زميله عبد الظاهر السقا. جوزيه كان فاهم كويس ان ده بيحصل في الكوره وما قالوش اي حاجه، لان جوزيه اهم حاجه عنده اللعيب اللي موجود يبقى لعيب عايز يحارب على مكانه. بلال هو اخر مثلث من الضلع اللي عمل موسم تاريخي اول مع جوزيه. رضا شحاته وبلال وبيبو الثلاثه مشوا، لكن جوزيه كان قادر يطلع ثلاثي غيرهم، بركات وابو تريكه وعماد متعب. الاهلي هيرجع للدوري يفوز على اسمنت السويس، ثم ماتش في المحله صعب جدا وفلافيو المنحوس يجيب جول بالصدفه، هو مش مقصود، الكره تخبط في راسه وتخش جون على امل ان النحس يتفك. يوم 11 سبتمبر 2005 على استاد السكه الحديد، وخد بالك الاهلي ما بيلعبش على استاد القاهره خالص، هيلعب ضد نادي انيمبا النيجيري. الصحافه المغربيه شنت حمله جامده جدا على الاهلي، والسبب ان التقارير بتقول ان جوزيه هيلعب بالصف الثاني، وده معناها ان هنا الفير بلاي بتاع الفيفا مش موجود، وان الاهلي هيتساهل ان انيمبا يكسب عشان الرجاء المغربي يخرج بره. الاهلي لازم يكسب انيمبا والرجاء يكسب كيب تاون، وفي الحاله دي الرجاء هو اللي هيصعد. جوزيه هيلعب فعلا بالصف الثاني، بس ده مش معناه ابدا ان هو اللعيبه هتتساهل، هيدي الفرصه للعيبه اللي ما بتلعبش زي رامي عادل، احمد حسن استاكوزا، عمرو سماكه، والمهاجم اسامه حسني اللي ده هيكون اول ماتش يبداوا. الاصوات كانت بتنادي ان نادر السيد ياخد فرصه، لكن جوزيه الراجل الفاهم كان بيقول مركز حراسه المرمى طول ما اللي قدامي ماشي كويس ما بحبش العب فيه عشان حساسيه الماتشات، وهو ده الفرق بين مدرب ومدرب. في مدرب بيعرف يفصل بين المشاكل الشخصيه مع اللعيب ويعرف يوجه كل تركيزه للملعب طالما اللعيب ده هيخدم الفرقه. بدا الماتش برضه في استاد السكه الحديد، بدا انيمبا بالتهديف، وهنا جوزيه بدا هينزل عمرو سماكه يلعب عشان يزود الناحيه الهجوميه. لكن قبل النهايه فلافيو يعمل باس حلو قوي يضرب بيه خط الدفاع، واستاكوزا يديها لاسامه حسني، والتعادل قبل نهايه الشوط الاولاني. مع بدايه الشوط الثاني الاهلي رغم انه بيلعب بالصف الثاني، انا من حسن حظي كنت في الماتش ده في الاستاد، كنتش تحس خالص ان الاهلي بيلعب بالصف الثاني. وهنا قبل نهايه الماتش بتلت ساعه ينزل محمد عبد الوهاب اللي تقريبا ما كانش بيشارك خالص الموسم اللي قبله على فترات قليله قوي، لكن عبد الوهاب كان لعيب محترف وكان جاهز. وقبل نهايه الماتش اوفر عالمي كربونه محمد عبد الوهاب والبديل السوبر اسامه حسني، والهدف الثاني الاهلي بيكسب انيمبا بالصف الثاني. ودي مفاجاه ما كانش حد يتخيلها، حامل اللقب نسختين، الفريق اللي ما بيخسرش على ملعبه جوزيه كسبه جوه بعد 18 ماتش بدون هزيمه، وكسبه على ملعبه بالصف الثاني. الاهلي بيؤسس لنسخه جبروت كروي 14 نقطة من أصل 18، والأول مرة في استاد السكة الحديد تظهر أعلام اليابان. كأس العالم للأندية هيتلعب المرة دي في اليابان، وجمهور الأهلي اللي قاعد بيتفرج على الفرقة في المدرجات كان حاسس وشامم إن المستوى ده لازم الأهلي ياخد بطولة أفريقيا. تخيل معايا إن الفريق لعب 6 ماتشات في دوري المجموعات، 540 دقيقة، استقبل هدفين بس. عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، وائل جمعة عملوا بطولة عظيمة. ما شفتش الأهلي بمستوى القوة الدفاعية دي في مسابقة بطولة أفريقيا قبل كده. لكن دايما جوزيه كان عنده مشكلة في البطولة دي، وهي إضاعة الفرص. رحيل أحمد بلال، متعب وفلافيو مش موفقين، بيعتمد في الغالب على بركات وابو تريكة، وده يوريك ان البطولة برضو ما كانتش سهلة. يمكن من بره تبان سهلة، لكن كل حاجة لما تركز فيها في التفاصيل هتحس قد ايه هي كانت صعبة. الناحية التانية الاهلي منتظر المركز الثاني من المجموعة الثانية اللي فيها الزمالك، اسك ابيجان، الترجي التونسي، والنجم الساحلي التونسي، عشان برضو اوريك الاجواء كانت عامله ازاي. الناحيه الثانيه في الزمالك حقبه جديده في ابريل 2005 بتسمى حقبه مرتضى منصور. مرتضى منصور النائب كسب رئيس النادي كمال درويش بطبع شخصيته الغريب. جه في اول الموسم عين مدرب اسمه ثيو بوكير، مدرب الماني كان حقق نجاحات هايله مع الاسماعيلي ووصل نهائي دوري الابطال، وكالعاده نزل السوبر ماركت اشترى شروه لعيبه مع بعض. بدا بوكير البطوله تعادل مع الترجي في استاد المقاولين العرب، ثم تعادل مع اسك بره ملعبه، ثم في استاد الرياضه العسكري الفريق متاخر قدام النجم الساحلي، لكن في اخر ثانيه في الماتش هدف عالمي من المدافع وائل الاباني يخلي الزمالك في المنافسه. بعد 3 تعادلات للزمالك في دوري المجموعات، الزمالك هيلعب اول ماتش في الدوري قدام الاتحاد السكندري متقدم 1-0 لحد الاتحاد السكندري ما تعادل في اخر 4 دقائق. وبعد الماتش مرتضى منصور اقال ثيو بوكير المدرب وتعيين جهاز فني وطني زملكاوي، فاروق جعفر مدير الفني اللي هو قبل كده كان مساعد لديف ماكاي المدرب بتاع التسعينيات، والراجل اللي في اي حته بيروحها كان بيحط بند في العقد بتاعه ان لو جالي الزمالك العقد بتاعي مع النادي ده يتلغي. والمساعد بتاعه جمال عبد الحميد كابتن مصر في كاس العالم 90، جهاز فني زملكاوي وطني، وهيبداوا مهمه وطالعين على ماتش الترجي في تونس. الفريق في البدايه اتاخر بهدف، لكن يتعمل تغيير، ينزل حازم امام اللي يقلب الماتش تماما، يسجل هدف نادر بدماغه ما بيجيبوش، وباص سحري عالمي لجونيور الغاني، ويتقدم الزمالك 2-1 بره ملعبه. وكده الزمالك عنده ماتش مع اسك ابيجان هيتلعب في استاد السكه الحديد، لو كسب يبقى ضمن الصعود سواء مركز اول او تاني. الماتش ده برضو
كان ماتش معقرب شويه لحد ما وائل الأباني حط ضربه جزاء والهدف الثاني لنادي الزمالك. وحتى محمود بكر المعلق كان بيقول ان وائل الأباني انقذ الزمالك من مشكله كبيره قوي، لان الاداء كان سيء جدا دفاعيا. الزمالك طلع اخر ماتش في المجموعات قدام النجم الساحلي، خسر بره وفنش المجموعه مركز تاني، وده معناه ان الاهلي والزمالك بعد اول مره لعبوا قصاد بعض في 94 في السوبر هيلعبوا ضد بعض في قبل نهائي دوري الابطال 2005. من اخر الماتش في دوري المجموعات لحد قبل النهائي في النص 15 يوم، كل فريق هيروح يلعب في الدوري شويه. الاهلي لعب ماتشات كسب الكروم والجيش والالومنيوم، الزمالك بدا ماتشاته كسب الالومنيوم في الالومنيوم بقذيفتين للنجم الصغير معتز اينو، الشوطين احلى من بعض. وبعدها بايام بسيطه يوم 19 اكتوبر 2005 الزمالك هيروح يلعب حرس الحدود في استاد الماكس بمدربه الزملكاوي حلمي طولان ولاعبه ابن الزمالك احمد عيد عبد الملك. واليوم ده كان يوم انتكاسه للزمالك لانه خسر 5-0 مع الرأفة. حصل حاله غريبه من التفكيك في الفرقه كانت تايهه في الملعب جدا، لا في دفاع ولا في هجوم ولا في اي حاجه. بعد الماتش عبد الواحد السيد اتقمص ومش هيكمل، فاروق جعفر مش عارف يعمل اي حاجه، ومرتضى منصور يتوعد المقصرين. معسكر مغلق في المدينه الاولمبيه في الاسماعيليه وملم الشمل. رجل الاعمال الزملكاوي منصور بلوي السعودي رئيس نادي اتحاد جده ومكافاه $1,000,000 للعيبه في حاله الفوز على الاهلي. الناحيه الثانيه رغم ان الاهلي عنده استقرار فني رهيب، اكتساح وجبروت هجومي وقوه وصلابه دفاعيه وحارس مرمى في احسن مستوياته، الا ان حصل حاجه قبل الماتش بيومين هتعمل مشكله كبيره جدا. عماد متعب الشاب الصغير يحصل له مشكله مع ضابط في كمين شرطه، يتقبض عليه ويروح القسم، النادي الاهلي يبعت له محامي ويطلعه بكفاله، يروح الاوتيل في معسكر الاعدام متاخر، يصحوا الصبح يبلغوا مانويل جوزيه فين عماد متعب. عماد متعب نايم فوق ومش قادر ينزل لانه راجع متاخر، قال لهم تنزلوه دلوقتي حالا. نزل عماد متعب على الفطار. عماد متعب بيحكي ان هو جمعه وسط اللعيبه، قعد نص ساعه اداله محاضره، طلع عماد متعب على المسرح وهزقه مخصوص قدام الناس كلها وقال له بالظبط كده: اوعى تكون فاكر انك شخص مهم في المجتمع، في ناس كتيره في المجتمع بتشتغل شغلانات اهم، احنا موجودين هنا عشان نرفه على الناس ونسليهم، احنا مجرد لعيبه كوره الناس بتفتح تتفرج علينا عشان الغلابه بيتبسطوا. جوزيه كان عنده قرار مختلف، كان في مطالبات بايقاف عماد متعب. اتحاد الكوره نزل بيان عن طريق ايمن يونس عضو الاتحاد، قال ان ده ما يصحش ولازم حسن شحاته يستبعده من ماتش الكاميرون في تصفية كاس العالم. جوزيه كان بيقول له: انت اللعيب الوحيد اللي هتنزل ارض الملعب قدام الزمالك 90 دقيقه مش هتتبدل، والسبب واضح ان انا عايزك تسمع شتيمتك بودانك، انت خذلت اللعيبه وخذلت الجمهور وخذلت الجهاز الفني، انت اخطات ولازم تتحمل نتيجه الغلط ده. وجمع الفرقه كلها نص ساعه محاضره تهزيق فيا، بس قال لي: انت اللعيب الوحيد اللي عارف انك هتلعب 90 دقيقه من دلوقتي ومش هتخرج من ارض الملعب، واستحمل شتيمه الجمهور عشان خاطر اللي انت عملته. الناحيه الثانيه رعب زملكاوي من الماتش ده. مانويل جوزيه وقفته على الخط قدام الزمالك كانت بتعمل هزه نفسيه، الراجل اللي كسب الزمالك 6 وقفته على الخط ليها تاثير وكانوا خايفين جدا. والناحيه الثانيه الزمالك خارج من 5 من حرس الحدود، فما بالك الاهلي اللي هو اقوى الماتش هيخلص ايه؟ الاهلي بعنوان عندنا ضحيه واحده، مستر يلو كارد او مستر الانذار الاصفر. محمد شوقي مش هيلعب الماتش لتكرار الانذارات الصفراء غياب اكوتي. وهنا جوزيه عنده مشكله ان الناشئ حسام عاشور صاحب ال 19 سنه هيلعب مع احسن واحد في خط الوسط في المسابقه دي حسن مصطفى، والمره دي جوزيه قرر انه هيلعب بالطريقه اللي بيحب يلعب بيها. بركات وابو تريكه قدامهم متعب، اسلام الشاطر في الباك رايت، جilberto ناحيه الشمال، حسن مصطفى وعاشور، ووراهم الصخره والجمعه والكابيتان احمد السيد والعمده اللي كان بيعمل احسن مستوى ليه في البطوله. الناحيه الثانيه فاروق جعفر عنده مشكله، جونيور احسن لاعب في الفريق مش هيلعب، حازم امام راجع من اصابه وهيقعد على الدكه. قرر الماتش ده انه يحاول يسيطر على بركات وابو تريكه، وبالتالي هيلعب بمعتز اينو وابراهيم سعيد بسبب ان هم لياقتهم عاليه ولاعيبه سريعه تقدر تسيطر على قوه بركات وابو تريكه. وفي الماتش ده عبد المنصف اللي هيقف بدل عبد الواحد السيد اللي ما احناش عارفين هو مصاب ولا مقموص. وبدايه الماتش اكتساح اهلاوي، معنويات في السماء والزمالك معنوياته في الارض. عماد متعب بدا الماتش اخد شتيمه جامده جدا من جمهور الزمالك قبل جمهور الاهلي، وحسن مصطفى اللي بيقدم نسخه عالميه وقذيفه في العارضه. اكتساح من بركات وابو تريكه وعماد متعب وحسن مصطفى اللي كان بياخد الكره لمسافات طويله جدا. الاهلي عمال يضيع لحد قبل نهايه الشوط ب10 دقائق. ابو تريكه وعماد متعب بالظبط نسخه مكرره من هدف انيمبا بس بشكل تاني، الوان تو الشهير بتاعهم، وعماد يقوم لافف واخد واحده مدحت عبد الهادي وحاططها بشماله في البعيده، ومعلق الماتش شوبير. عماد متعب، عماد مؤلم، عماد مزعج، عماد والهدف الاول عماد متعب. احمرت المدرجات، انفجار. عماد متعب، عماد مزعج، عماد مؤلم، عماد. الناحيه الثانيه جماهير الزمالك ساكته وعارفه الازمه الفنيه اللي فيها الفريق. فاروق جعفر واقف محتاس على الخط. الاهلي بيروح ب4 و5 لعيبه على عبد المنصف
عبد المنصف نجم الماتش، وقبل نهايه الشوط محمد بركات نجم البطوله يحط جون بعد ما الكره ترتد من كره ابو تريكه في العارضه، تقدم 2-0 والزمالك مش عارف يعمل ايه قصاد قوه الاهلي. مع بدايه الشوط الثاني محمد بركات يسول ويجول، جilberto نجم البطوله واخد عادل فتحي الباك رايت بتاع الزمالك عذبه. جilberto كان فايق جدا البطوله دي، لكن مع تلت ساعه من الشوط جوزيه يعمل تغيير غريب شويه وينزل شادي محمد. الناحيه الثانيه الزمالك ينزل جمال حمزه وحازم امام. شادي محمد في لمسه واحده في الماتش يعمل غلطه، وحازم امام النجم الكبير يحط جون والماتش يبقى 2-1. الماتش يتكهرب، نزول فلافيو لتعزيز القوه الهجوميه اللي يسرق مدحت عبد الهادي اللي كان حالته صعبه جدا الماتش ده. عماد متعب ارهق مدحت عبد الهادي اللي كان وزنه تقيل جدا ومش قادر يجاريه، لدرجه ان في كوره اخده من عند الاوت عمل اسيست لحسن مصطفى والجول فاضي، حسن مصطفى طلعها بره، لدرجه ان الكابتن شوبير يعني كان هيطلع من هدومه وقعد يقول له لا يا حسن لا مالكش حق. لا يا حسن مصطفى، لا يا حسن، لا مالكش حق. اكتساح اهلاوي وضربه الجزاء تتحسب. والتاني مره مانويل جوزيه عايز يدي الثقه المره دي لفلافيو اللعيب الجديد اللي الدنيا مش ماشيه معاه، عايزه يخش ماتش سهل، والمره دي فلافيو يحط ضربه جزاء اسوأ من الضربتين اللي حطهم عماد متعب. رفض جماهيري لفلافيو بعد ضربه الجزاء دي، وجوزيه فهم الموضوع ده كويس وكان قاعد بره عمال يشخط ويتنطط لانه مش مصدق اللي بيحصل. ماتش الاهلي كان يقدر يخلصه 7 و8 ينتهي في الاخر الماتش 2-1. مرتضى منصور بذكائه قدر يقلب الدفه احتفالات عند لعيبه الزمالك ومكافاه للفريق الخاسر. مرتضى منصور عمل حاجه مكافاه مهزوم عشان يرفع من معنويات لعيبته، والناحيه الثانيه جمهور الاهلي اللي هو اصلا كسبان متضايق جدا. وهقول لك على مفاجاه، تخيل معايا ان ده اول ماتش افريقي في تاريخ نادي الزمالك كله يتهزموا على ملعبه. جوزيه كسب انيمبا لاول مره بعد 18 ماتش على ملعبه، وكسب الزمالك وهزمه لاول مره افريقيا على ملعبه، لكن جمهور الاهلي ما كانش راضي. جوزيه كان هيتجنن لان عماد متعب وفلافيو الاثنين رفضوا الثقه اللي هو اداها لهم، كانوا بيقولوا نفسه كلهم خانوك يا جوزيه. جوزيه عنده مشكله في تضييع الفرص، والمشكله دي في الادوار النهائيه، انت مش بيجي لك فرص كتير قوي في الماتش ووارد جدا الدنيا ما تبقاش ماشيه معاك. ماتش العوده يوم 15 اكتوبر في سهره رمضانيه، الاستاد مليان على الاخر، الزمالك لسه عنده امل المره دي. فاروق جعفر يعمل تعديل تكتيكي، يلعب بوائل الاباني ويرجع ابراهيم سعيد واينو الاثنين مساكين، لان مدحت عبد الهادي كان مستواه سيء وبيحاول على الاقل انه ما يستقبلش اجوان، وهيلعب بعبد الحليم علي وجمال حمزه. بدا الاهلي كالعاده الماتش ده، وجilberto المره دي الضحيه بتاعته كان سامح يوسف اللي هو اصلا كان مهاجم، وفاروق جعفر لعبه باك رايت. جilberto كان رايق وعامل ماتش عالي قوي عليه. الزمالك ضيع فرصه في الاول عن طريق جمال حمزه، بعديها الاهلي عن طريق محمد شوقي فرصه انا ما اعرفش لحد دلوقتي هي ضاعت ازاي، لكن الى حد ما الزمالك متماسك. ومع الشوط الثاني الاتصالات اللاسلكيه والارواح تتلاقى ما بين بركات وابو تريكه، اسيست من ابو تريكه لمحمد بركات اللي يخش صاروخ في محمد عبد المنصف، تحمر المدرجات. ليله رمضانيه جميله الجمهور الاهلي في الكليه الحربيه، وتسيد كامل للقاء. من بعدها الزمالك انهار نفسيا تماما. كره بعدها اسيست من ابو تريكه مقصود، وعماد متعب يفوت الكوره ويخش محمد بركات يجيب جول كانه بيلعب ضربه جزاء في محمد عبد المنصف. وخلي بالك وركز معايا، اللعيبه كانت بتروح تحتفل مع دكه البدلاء. محمد بركات بيدور على جوزيه الراجل اللي رجعه تاني بعد ما كان بيتقال عليه ده جاي من قطر ببطل كوره. احمد السيد لما جاب جون راح يحتفل مع رامي عادل اللعيب اللي اصلا بيلعب مكانه. جوزيه دايما كان بيقول للعيبه لما تجيب جون روح احتفل مع اللعيبه في دكه البدلاء، لان هم دورهم مهم زي دوركم بالظبط. الاجواء والروح دي هي اللي بتخلق الفريق البطل. لكن في لقطه مهمه جدا في الماتش ده وركز معايا فيها توريك قد ايه شخصيه جوزيه ده كان شخص عظيم، مش بس كان مدرب عظيم. الاهلي بعد ما سيطر وخلص الماتش في الدقيقه 82 جوزيه يجيب سيد عبد الحفيظ من على الدكه. طبعا انت زمانك متفاجئ دلوقتي، سيد عبد الحفيظ كان لسه موجود في الفريق، لكن جوزيه كان عارف ان خلاص ركبته منتهيه. سيد كان بيحاول يرجع لكن الموضوع كان صعب بعد كميه العمليات اللي عملها في ركبته. وقف على الخط، نزل مكان ابو تريكه واخد شرط الكابتن زي تكريم انه ينزل اخر ماتش ليه مهم في الاهلي قدام الزمالك في ماتش ديربي في افريقيا. سيد اخد تحيه الجمهور وحتى عمل كوره اسيست لاسامه حسني. جوزيه كان عارف قد ايه سيد عبد الحفيظ ده شخص مهم جدا، كان معاه في تجربه 2001 كان سبب اساسي ان الاهلي كسب بطوله افريقيا وبطوله السوبر، كان واحد من النقاط المضيئه القليله من سنه 2000 ل 2004، فكان لازم ياخد تكريم لائق. وفعلا سيد عبد الحفيظ بعدها في يناير 2006 ساب الاهلي وراح تجربه قصيره في السعوديه ورجع اعتزل لان ركبته كانت منتهيه تماما. وانتهى في الماتش في النهايه 2-0. الاهلي كسب الزمالك في قبل نهائي افريقيا بمجموع الماتشين 4-1 في ماتش كان يقدر يخلص اكتر من كده بكتير. الاهلي هيلاعب في نهائي دوري الابطال النجم الساحلي
الساحلي التونسي، النجم اللي عنده 4 ألقاب أفريقية قبل كده مش منهم دوري الأبطال، كسب كاس الاتحاد وكاس الكؤوس والسوبر الأفريقي، خسر نهائي دوري الأبطال 2004 قدام انيمبا وكان السيناريو درامي لأن الفريق استقبل جول على ملعبه ورجع في العودة خسر في النهاية بركلات الترجيح في وجود الكابتن أو اللاعب التاريخي التونسي زبير بايا. الأهلي طالع تونس بمعنويات عالية جدا لأن الفريق مكتسح أفريقيا ومحليا، لكن الناحية التانية برضو في النجم المعنويات عالية. الجمهور هناك في مدينة سوسة من البداية بيحضر لدخلات، أحلى حاجة السواحلية والتشجيع بتوعهم. جمهور النجم الساحلي في استاد سوسة اللي الجمهور فيه قريب للملعب، استاد يخوف جدا. المدرب البوسني محمد بازدرافيتش مجهز نفسه كويس قوي للماتش، بيحاول يلعب بتوازن دفاعي هجومي لانه عارف قوه الاهلي الهجوميه وخايف انه يستقبل جول على ملعبه. الجمهور في المدرجات عليل طوال عليل طوال، والناحيه الثانيه اغاني الصبر الرباعي الله الله يا بابا، الناس فرحانه صواريخ وشماريخ، دخلات مكتوب عليها افريكا اور كينجدم، يعني افريقيا هي مملكتنا، اسيليو بات يعني هنا يدق عليه، يعني احنا هنا هنكسبكم. ريد ديفلز شماريخ دخان يوفط موجود عليها شيجي فارا. الجمهور هناك قاعد بيغني من قبل الماتش بساعات، وطبعا دخلت لعيبه الاهلي الملعب اجواء مرعبه جدا، لكن جوزيه كان محضر الفرقه كويس قوي. الفريق كان جاهز قدام 25,000 متفرج، والتشكيله اللي تعب فيها جوزيه بقاله سنتين كانت خلاص استوت قوي. الحضري وعماد النحاس وائل جمعه واحمد السيد، جilberto واسلام الشاطر عشان التوازن الدفاعي، حسن مصطفى ومحمد شوقي، ابو تريكه بركات عماد متعب، خلاص مفيش فلافيو الغير موفق تماما. الناحيه الثانيه تشكيله النجم الساحلي، حارس المرمى اوستن ايجيدي النيجيري، قدامه سيف غزال، لطفي السلامي وقز زواغي، صابر بن فرج وشاكر زواغي في الباك ليفت، مروان بكري واحمد الحامي في نص الملعب، قدامهم 3 جيلسون سيلفا المحترف من جمهوريه الراس الاخضر، وقدامه 2 محمد جديدي، واحسن لاعب في الفرقه ايميكا اوبارا المهاجم النيجيري، وهو ده اللي العين عليه. بدات صفاره الماتش وكأن الاهلي بيلعب في ملعبه ومفيش اي فرق خالص، اللعيبه عماله تلعب باصه والثانيه باصه والثانيه، وهي دي العقيده اللي رسخها جوزيه من اول ما جه مصر، العب باسلوبك ايا كان بتلعب فين. الجمهور اللي في المدرجات ده سلاحه انك تهزمه بالكوره، لو دخلت مع لعيبه شمال افريقيا كوره عنيفه هم هيكسبوك لان هم متمرسين على ده، لكن لو قعدت تنقل كوره كتير الجمهور هيبتدي يزوم عليهم، وبالتالي انت كده كسبت الكوره في صفك وخليت جمهورهم قلب عليهم. مذيع الماتش التونسي كان عمال يقول تشكيله ايمانويل خوزيه فيها 9 لعيبه دوليه بتلعب في المنتخب المصري، احنا بنلعب منتخب مصر مش بنلعب الاهلي، من كتر ما كان مضيق المساحات في ملعب النجم الساحلي عليهم. الحل الوحيد التسديدات من بره عن طريق ايميكا اوبارا اللي شاط شوطين، لكن الناحيه الثانيه الاهلي برضه بيحاول يلدع في هجمه مرتده، وطبعا الخطر كله من عند محمد بركات اللي انا بسميه الحرامي، اللي فلت في واحده وعماد متعب كان هيخلص، واحده تانية قذيفه عالميه من حسن مصطفى تروح فوق العارضه. جمهور النجم الساحلي قاعد محبط جدا لان الوقت عمال يعدي، مفيش خطوره الا من كره عرضيه واحده، لان جوزيه كان مركز قوي على الكره العرضيه لانه عارف قوه شمال افريقيا في دي. الماتش خلص، الاهلي عمل ماتش عظيم، خلص 0-0، يمكن كان ممكن كمان يحط جون. عايز تعرف يعني ايه التكامل الكروي؟ المدرب مانويل جوزيه لمده 90 دقيقه ما عملش تغيير واحد، وده يوريك ان الفرقه عملت ماتش عالمي. التغيير الوحيد اللي عمله في الدقيقه 90 خرج ابو تريكه ونزل اسامه حسني، يعني تغيير لاستهلاك الوقت، وده يوريك ان كل لعيب عمل كل دور ليه 10/10. في لقطه مهمه جدا في الماتش ده، جوزيه العبقري في الدقيقه 66 الكاميرا جايباه وجنبه المترجم بتاعه احمد عبده وعمال يشوح ويعمل كده بايده. جوزيه كان ذكي جدا، لما فرقته تبقى فايقه وكويسه كان دايما يحسسهم ان انتم مش كويسين عشان يطلع احسن حاجه عندهم، لكن لو الفرقه واقعه وفي دروب وفي هزيمه، اول واحد هو اللي بيقف قدام الرصاص بتاع الصحفيين ويدافع عن اللعيبه بتاعته ويقول لهم انتقدوني انا. في الوقت ده هو كان عارف ان الفريق كويس، بس كان عايز يقول لهم انتوا تقدروا تكسبوا هناك في سوسه، انتوا قصرتوا في حق نفسكم، لكن عندنا ميعاد في استاد الكليه الحربيه اللي هيتلعب عليه النهائي. لو صوت يعلو على صوت الاميره الافريقيه. الماتش هيتلعب يوم 12 نوفمبر 2005. الاهلي في النص عنده ماتش قدام الاتحاد السكندري في اسكندريه في الدوري. الماتش هيتلعب يوم 4 نوفمبر، والماتش ده الاهلي عمل فيه ملحمه كرويه تجسد ما يسمى بالجبروت الكروي. الاهلي يكتسح الاتحاد في اسكندريه 6-0، هاتريك للعمده عماد النحاس، 3 اهداف ب3 اشكال مختلفه. عماد النحاس بقى هو اللي هيشوط ركلات الجزاء خلاص بعد فشل عماد متعب وفلافيو، وقبلهم قبل كده كان ابو تريكه. جوزيه والاهلي اتغشموا جامد جدا على الاتحاد، وكل اشكال التهديف حصلت الماتش ده. طبعا النجم الساحلي بيتفرج على النسخه دي، الراجل جاي المدرب بتاعهم بازرافيتش بيقول ربنا يستر في استاد الكليه الحربيه هيعملوا فيا ايه. في ماتش الاتحاد كان في رسائل للاعيبه الاهلي، جمهور الاهلي في اسكندريه كان حاطط يافطه كبيره مكتوب عليها احترسوا يا بنيون الاهلاويه قادمون. الجمهور كان شامم خلاص ريحه بطوله افريقيا، وكان عايز يدي رساله للعيبه ان بالمستوى ده ما ينفعش تتنازلوا على
البطوله اللي غايبه بقالها 4 سنين. يوم 12 نوفمبر 2005 في استاد الكليه الحربيه، ويا عيني الاهلي ما لعبش ولا ماتش على ملعبه استاد القاهره. جوزيه بحكم انه راجل بيركز في التفاصيل، استاد الكليه الحربيه استاد ضيق، زواياه مختلف عن استاد القاهره اللي كان بيحبه جوزيه لان مساحته اوسع، وهنا كان مفكر كويس ان النجم الساحلي هيجي يقفل المساحات قوي. لو لعب ببركات وابو تريكه وعماد متعب كده هو بيسلمهم نفسه، ففكر في سلاح الكور العرضيه، فقرر ان الماتش ده لاول مره في ماتش مهم هيبدا باسامه حسني مهاجم جنب متعب، تحتيهم ابو تريكه، وهيلعب ببركات في الباك رايت، وهينزل يلعب ماتش هجومي من البدايه ب2 مهاجمين، في النص حسن مصطفى وشوقي زي ما هو، والدفاع زي ما هو، وطبعا جilberto زي ما هو. النجم الساحلي زي ما كان متوقع قافل الملعب جدا ومضيق المساحات لانه ما عندوش فرصه اصلا يطلع نص ملعب الاهلي. ابو تريكه هو اكتر حد بيحاول، ودايما ابو تريكه وبركات عندهم الحل. باصه من بركات لابو تريكه اللي يعمل فنت يفتح لنفسه مساحه، يبص يرفع راسه يعمل سكاننج وهوب يشوط صاروخ في مرمى اوستن ايجيدي الحارس مرمى النيجيري. هدف عالمي من ابو تريكه، للاسف هدف ظلمته كاميرات التصوير. حماده امام المذيع كان هيموت من فرحه الجول. هحكي لكم حاجه حصلت معايا في الماتش ده. انا الماتش ده ما عرفتش اخشه، رحت اتفرجت عند واحد صاحبي ساكن جنب استاد الكليه الحربيه عشان اوريك قد ايه انفجار الجمهور، كان صوته قوي. انا بعيد عن الاستاد حوالي 2 كيلو، وطبعا الارسال التلفزيوني بيتاخر حوالي 3-4 ثواني. انا قمت احتفلت بالجون قبل ما اشوفه في التلفزيون من صوت الجمهور في استاد الكليه الحربيه جنبنا. انفجار في الملعب، احتفالات هستيريه، جوزيه واقف على الخط بيرسخ لاقوى فريق افريقي في تاريخ الاهلي. الماتش مش صعب خالص على الاهلي، لكن في الدقيقه 30 وعندنا ضحيه واحده واصابه جilberto، وهنا جوزيه اللي بيركز في التفاصيل ما نزلش احمد ابو مسلم. الماتش ده محتاج كور عرضيه، احمد ابو مسلم مميز اكتر في الدريبلينج، نزل محمد عبد الوهاب اللي لاول مره هيلعب ماتش مهم بالشكل ده. في الشوط الثاني الضغط اللي كان بيعمله الاهلي بمتعب واسامه حسني تنزل لمحمد عبد الوهاب اللي يعمل اوفر عالمي، واسامه حسني يحط جول بدماغه والهدف الثاني، وتم قتل النجم الساحلي بنجاح. انفجار طبعا في الملعب، الاهلي عامل ماتش كبير، فرص كتيره من عماد متعب ومن بركات وابو تريكه. في اخر الماتش جوزيه يدي حريه لبركات عشان التحولات الهجوميه وينزل اسلام الشاطر. في الدقيقه 91 كورنر محمد بركات يريحه على حسام عاشور يديها له تاني، يخش يقطم وار2 في المقص، جول عالمي احلى من جول كمان ابو تريكه. يا بختك يا اوستن يا جيدي، الراجل ده اتفرج على تسديده ابو تريكه الشوط الاولاني وبركات من الملعب لايف، لكن احنا شفناها في التلفزيون. الراجل في الشوطين قاعد بيتفرج عليهم زيه زينا. الاهلي بطل افريقيا 2005 بعد نسخه جسد فيها الحاجه اسمها الجبروت الكروي. مانويل جوزيه رجع تاني بعد 4 سنين بطل افريقيا، كسر المره دي عقده شمال افريقيا بعد ما في نسخه 2001 كسر عقده جنوب افريقيا. جوزيه على منصات التتويج بعلم البرتغال. اللي هيستلم الكاس اسامه حسني، هادي خشبه الغير مقيد افريقيا واخر موسم ليه كان لازم يطلع على المنصه، ومعاهم احمد السيد الكابيتانو الحقيقي في الملعب اللي ما خدش جزء صغير من حقه وهو لاعب. بطوله افريقيا 2005 لما اجي اتكلم عليها انا عايز اتكلم عليها من كذا بعد، بس خلينا اقول الاول البطوله دي ليها قيمه فنيه وقيمه معنويه. خلينا الاول بس اتكلم على القيمه الفنيه. اولا البطوله دي اتعمل فيها ارقام مهوله واعجازيه. خلينا اتكلم بالذات على خط الدفاع. الاهلي من اول دوري المجموعات لحد الفاينل لعب 10 ماتشات باجمالي 900 دقيقه، دخل فيه 3 اهداف، يعني كل 300 دقيقه بيخش فيه جون. لو هنحسب بقى من اول دور ال 32 خالص، الاهلي لعب 14 ماتش ب 1260 دقيقه بيخش فيه جول كل 250 دقيقه. 14 ماتش من اول دور ال 32 لحد النهائي يخش فيه 5 اهداف بس، منهم ماتش زي ماتش انيمبا انت بتلعب كمان بالصف الثاني. دي ارقام اعجازيه. الاهلي لعب بره ارضه ضد فيلا الاوغندي وانيمبا واتحاد العاصمه والزمالك والنجم الساحلي والرجاء المغربي. الفريق في كل الماتشات دي بره ملعبه استقبل جونين بس. عدم الخساره في 3 ملاعب في شمال افريقيا، اتحاد العاصمه وسوسه والرجاء المغربي. الفوز على انيمبا بطل المسابقه مرتين قبل كده، ومنهم ماتش بالصف الثاني. هجوميا من دور ال 32 لحد الفاينل الفريق في 14 ماتش مسجل 22 هدف. القيمه المعنويه بقى دي كانت بدايه لعهد جديد في الاهلي، كسر فيه سطوه شمال افريقيا واللي الناس دايما كانت بتقول احنا ما بنعرفش نكسبهم هناك. كسر فيه ان الزمالك اول ماتش في تاريخه يكسره على ملعبه في بطوله افريقيا. قرب المسافات مع الزمالك في عدد البطولات بتاعه الشامبيونز ليج. بالنسبه لارقام اللعيبه، خط الدفاع الاسطوري عماد النحاس وائل جمعه واحمد السيد ورامي الحضري في البطوله كلها تستقبل 3 اهداف بس، ده شيء فوق الخيال اصلا انه يتعمل. محمد بركات احسن لاعب في البطوله وهداف البطوله ب7 اهداف، عماد متعب تاني هداف البطوله ب6 اهداف. ابو تريكه وبركات وحاله تكامل كروي ما شفتهاش بعيني قبل كده في قاره افريقيا. يردها على طول لبركات، وبركات بيلعبها لابو تريكه، وابو تريكه يلعبها لبركات، وبركات على طول لابو تريكه، وماشي ابو تريكه ومع بركات ولعبها لبركات وماشي بركات وهجمه خطره وهوبا
احسن اداء على الاطلاق لحسن مصطفى، دي احسن نسخه ليه في ال4 سنين اللي لعبهم او 5 سنين في الاهلي. جilberto احسن ظهير ايسر في البطوله بلا اي منازع. اسامه حسني البديل الذهبي اللي بينزل في اهم اوقات بيسجل اهداف مؤثره. دايما الناس بتقول تكسب ولا تلعب حلو، النسخه دي جوزيه رسخ فيها الفكره انا هكسب وهلعب حلو. لكن الحقيقه ان بعد الفوز بالبطوله دي راح الاهلي لاعب كاس العالم للانديه الاولى في اليابان. الناس كانت فرحانه جدا، الاهلي بيعمل حاجه جديده اول مره تحصل في مصر. هيروح يلعب اتحاد جده السعودي اللي تاريخيا قصاد الاهلي لعب مرتين قصاده قبل كده، مره سنه 92 في تصفيات البطوله العربيه والماتش خلص تعادل، والمره الثانيه كاس المصري السعودي سنه 2000 خسر الاهلي على ملعبه في استاد القاهره 3-2. النتيجه في صالح اتحاد جده. الاهلي كان رايح بتشكيلته التاريخيه دي، راح يلعب اتحاد جده اللي حتى قبل الماتش كان عنده 3 لعيبه برازيليين الاهلي اعترضوا وما تسجلوش في المسابقه. الاهلي كانت معنوياته عاليه والناس فرحانه. في غياب عماد النحاس الاهلي عمل ماتش مش احسن حاجه، ومحمد نور طفى النور على الاهلي يوم 11 ديسمبر 2005 والاهلي طلع الاخير في كاس العالم للانديه. كان في حزن رهيب لان الاهلي بقوته دي كان لازم يعمل حاجه في البطوله. خليني بقى اتكلم شويه على مانويل جوزيه صاحب الانجاز التاريخي ده. بالنسبه لي هو اول واحد تقدر تتكلم عليه. اولا السيطره. في ناس كتير من بره بتشوف الموضوع سهل، الموضوع صعب جدا. انت عندك 25 لعيب كلهم كويسين و25 لعيب معظمهم دوليين. مميزات انك تثبت التشكيل بتبان في الملعب، لكن ليها عيوب برضو ان بره الملعب اللعيبه دي بتبقى متضايقه. انك تقدر تسيطر على اللعيبه دي وفي شخصيه قويه وصارم وفي نفس الوقت في عدل، ده شيء صعب جدا ومدربين قليلين اللي بينجحوا يعملوه. جوزيه ما كانش من المدربين اصلا اللي بيفضل الروتيشن، كان بيفضل ثبات التشكيل، وده كان بيخلق له في اوضه اللبس نوع من انواع الاعتراضات، لكن هو كان قادر يسيطر على ده. تاني حاجه تفاهم رهيب ما بينه وما بين الجهاز الفني. حسام البدري الراجل اللي كان دايما واقف في ظهر جوزيه وكان بينفذ تعليماته بالحذافير. احمد ناجي اللي حول عصام الحضري من حارس مرمى مهزوز الى الافضل في افريقيا. العدل. دايما بنقول العدل اساس الملك، جمله سهله جدا كلنا بنستعملها، لكن لو جيت على ارض الواقع بتبقى صعب جدا تنفيذها. جوزيه اللي عمل تعاقدات اول الموسم زي نادر السيد مثلا، اي مدرب هيقول لك انا عايز العب اللعيبه الجديده بتاعتي، لكن جوزيه في معسكر الاعداد كان شايف الحضري احق فهو اللي هيلعب. بدايه البطوله باحمد السيد اللي الموسم اللي قبله اصلا كان بره الحسابات خالص، ورامي عادل اللي كان بيلعب مكانه. احمد السيد حط رجله من اول يوم لحد اخر يوم، وكاتب مكافاه انه كان الكابتن اللي شال البطوله. وائل جمعه مش موجود اصلا في التشكيل الاساسي، نزل ماتش انيمبا بالصدفه البحته للظروف ارضيه الملعب، ثبت رجله في الملعب يبقى هتكمل، وشادي محمد هيقعد في الدكه عادي جدا. في البدايه ادى فرصه لاحمد بلال، لكن احمد بلال ما كانش قادر تاني يجدد دوافعه. لعب ماتش الرجاء ما قدمش حاجه، وبعد كده احمد بلال ما عافرش على مركزه. لما جه قال لجوزيه انا همشي ما اعترضش خالص، لانه بيحب اللعيب اللي بيبقى عنده يدي 100%. التعاقدات بتاعته كلها ما لعبتش تقريبا. عمرو سماكه ما لعبش الا دقايق، نادر السيد ما لعبش خالص في البطوله، اكوتي اتصاب وما لعبش، وده يوريك انه مدرب ما بيهموش الا مصلحه الفريق. حاول في البدايه يدي فلافيو الثقه، لكن لما حس ان هو مضر على الفريق دلوقتي استبعده، وده يوريك قد ايه هو بيبص على مصلحه الفرقه في الاول. استخدامه للعيب زي اسامه حسني في اوقات معينه، استخدامه لمحمد عبد الوهاب لما حس انه دوره دلوقتي، ده يوريك قد ايه هو مدرب صاحب رؤيه وراجل عادل جدا. فنيا بقى ركز معايا لان الموضوع ده مهم جدا. اولا الانسجام اللي خلقه عن طريق اختيار طريقه اللعب، الطريقه اللي كان بيحب يلعب بيها 3-4-3 يحولها في وقت 3-5-2، استخدام محمد بركات في 3 مراكز واستخدام ابو تريكه في مركزين، مره تلعب بمهاجم ومره تلعب ب2، بناء اللعب من الخلف عن طريق عماد النحاس، تسليم وبناء اللعب ونقل كره كتير كانك بتتفرج على تيكي تاكا. لازم تلتزم بطريقه اللعب دي، عقيده لازم تبقى متاكد ان هي دي الصح وهي دي طريقتنا. قعدت تباصي كتير وما لقيتش ثغره، لف وارجع تاني وابدا من تحت. اوعى تتنازل ابدا عن طريقه لعبك لان هي دي الحاجه اللي بتخوف المنافس منك. اختيار البديل المظبوط زي اختياره كتير لواحد زي اسامه حسني او محمد عبد الوهاب. اهتمامه جدا بالتفاصيل زي اهتمامه انه يروح يتدرب قبل ماتش اتحاد العاصمه على ملعب هوكي. التدريبات الاخيره زي اللي حكيت لكم عليها بتاعت ماتش انيمبا، انه يركز ان وائل جمعه دلوقتي اللي هيلعب مكان شادي محمد. ركز معايا ان الاهلي لعب البطوله دي على ملعب الكليه الحربيه واستاد السكه الحديد واستاد المقاولين العرب، وما لعبش على استاد القاهره اللي جوزيه اصلا بيحبه. كل استاد فيهم كان ليه طريقه معينه لان كل ملعب زوايا مختلفه. تضييق المساحات على النجم الساحلي سواء في سوسه او في ماتش العوده، انه غير خطه اللعب ويعتمد على كره عرضيه زي بتاعت اسامه حسني. ركز معايا انه بعد الجول قعد يقول لهم كده بصباعه كانه بيقول لهم انا صح. بعيدا بقى عن كل الفنيات خلينا نتكلم على الحته الانسانيه او التربويه بتاع جوزيه. اولا في البدايه اصابه اكوتي بالرباط الصليبي، بعد الماتش ما فكرش ينسب الانجاز بتاع الفوز على انيمبا بره ملعبه، بالعكس اهدى الفوز لاكوتي. موقف عماد متعب وايقافه ماديا، وانه يقول له انت هتنزل الملعب عشان تسمع انتقاد الجمهور ليك. نزول سيد عبد الحفيظ في ماتش الزمالك عشان ياخد شرط الكابتن وكانه تكريم ليه قبل اخر شهور ليه في الاهلي. هادي خشبه واحمد السيد بيستلموا الكاس، هادي خشبه اصلا غير مقيد افريقيا لكنه كابتن الفرقه. محمد بركات احسن لاعب
افريقي في استفتاء البي بي سي، مانويل جوزيه كان اول واحد قعد تحت في الصفوف الاولى، ودي حاجه اثرت جدا جدا في محمد بركات، وكان بيقول ان جوزيه لو طلب مني اي حاجه انا اعملها، لانه كان بيعرف يتعامل معاهم كل واحد لوحده. البطوله الرابعه دي بطوله عظيمه جدا في تاريخ الاهلي، لان بطوله بشوف انها ما خدتش حقها قوي، لان الاهلي اخدها باريحيه شديده جدا. كسرت عقده شمال افريقيا وبقيت تروح تكسبهم هناك وتلعبهم كوره، كسرت عقده الزمالك انه تكسبه اول مره على ملعبه افريقيا، رحت تلعب كوره في ملاعب صعبه جدا وبتروح تلعبهم كوره، مش رايح تقعد تعلي الكوره وتديها شلاليت وتضيع وقت. كان دايما بيقول للعيبه لازم تروح هناك تلعب كورتك، اوعى تحسسه انك خايف منه. البطوله دي الاهلي وصل فيها للتكامل الكروي، دفاع حديدي والناحيه الثانيه هجوم كاسح، ورغم تضييع الفرص ده كله الاهلي برضه كان متسيد. جوزيه كان واقف بره من على الخط قائد للاوركسترا، وكان دايما بيقول لهم اوعى تكتفي بس انك بتكسب، لازم تكسب وتعمل اداء حلو، ولو قادر تكسب بسكور اكتر اكسب اكتر. وده رسخ من الوقت ده في عقليه جمهور الاهلي ان مفيش حاجه اسمها مكسب والسلام، عايز تكسب اكسب وانت بتلعب حلو، حتى لو السكور شيت مطلع انك كسبان واداك مش حلو مش هنبقى مبسوطين. البطوله دي في حاجه غريبه جدا، ان فيها 6 اجوان عالميه في نسخه واحده، بدايه من قذيفه محمد بركات في اتحاد العاصمه، جول انيمبا اللي عملوا ابو تريكه وبركات مع بعض، جول محمد بركات في النهائي وجول ابو تريكه في النهائي، جول محمد شوقي اللي جابه في الرجاء المغربي، كل دي اجوان عالميه ما ينفعش تيجي في نسخه واحده. البطوله دي الكل طلع منها كسبان، عصام الحضري ما بقاش حارس مهزوز بقى الافضل في افريقيا، والجمعه ما بقاش مدافع قوي ده بقى الصخره، جيلبرتو بقى افضل ظهير ايسر في افريقيا في الفتره دي، عماد متعب في مدرسه جوزيه للتهذيب والاصلاح بقى ثالث هداف في تاريخ الاهلي من اليوم ده، بركات بقى الزئبقي الحرامي بتاع الكره المصريه، ومحمد ابو تريكه ما بقاش مستر اسيست، لا ده بقى اللعيب الحاسم في النهائيات زي نهائي 2005 و2006 و2008 و2013 ومع منتخب مصر في 2006 و2008. ومش بس اللعيبه اللي طلعت كسبانه، جوزيه رسخ بعديها الفكره ان الاهلي لازم يروح كاس العالم للانديه، وكسب بعديها البطوله مرتين كمان. حسن حمدي رئيس النادي ثبت نفسه على كرسي النادي لحد سنه 2014، والاهلي رسخ لفكره اسمها سويت نوفمبر، شهر نوفمبر الحلو اللي جمهور الاهلي بدا معاه لحظاته السعيده في السنه دي. 12 نوفمبر قدام النجم الساحلي 2005 اول بطوله، 11 نوفمبر 2006 قدام الصفاقسي البطوله الاغلى، 16 نوفمبر 2008 في جروه، 17 نوفمبر 2012 في استاد رادس، 10 نوفمبر 2013 في استاد المقاولين العرب قدام اورلاندو، واخيرا 27 نوفمبر قدام الزمالك بقذيفه قفشه سنه 2020. البطوله من بعدها ما بقتش تتلعب في نوفمبر بالمناسبه، بس بدات مع جوزيه في 2005 وانتهت مع بيتسو موسيماني 2020 في سويت نوفمبر. الاهلي السنه دي راح يلعب اتحاد جده السعودي بذكريات 2005 برضه، بس المره دي ما بقاش الاتحاد السعودي العادي، ده بقى الاتحاد السعودي العالمي اللي فيه بنزيما ونجولو كانتي، والمره دي مع مارسيل كولر اللي كسب البطوله السنه اللي فاتت وبادئ الموسم بشكل مش كويس. يا ترى اللي هيحصل المره دي ايه؟ لكن هرجع تاني لبطوله 2005 اللي فيها جوزيه سن سنه اسمها الجبروت الكروي او سنه كاس العالم للانديه، سنه مشي عليها جمهور الاهلي ان الموسم بيبقى فاشل لو ما كسبتش بطوله افريقيا ورحت كاس العالم للانديه. مجالس الاداره بقى بتتحاسب على بطوله افريقيا مش بتتحاسب على بقيه الموسم. بدات الحكايه في يناير 94 لما الاهلي خسر في السوبر قدام الزمالك، ورجعت تاني الحكايه في 2001 مع مانويل جوزيه اللي جه في 2001 كسب بطوله افريقيا. رجع تاني في 2005 قدم نسخه الجبروت الكروي اللي بدات في نوفمبر، يعني تقدر تقول ان مانويل جوزيه was the man who turned sad January to sweet November. مانويل جوزيه الرجل اللي حول يناير الحزين الى نوفمبر المفرح. مانويل جوزيه في نسخه الجبروت الكروي 2005 في نوفمبر المفرح. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي.